اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. اكلتنا النهارده علبه تونه. تمام. بس علبه التونه دي هنعملها بنكهه مختلفه خالص. دلوقتي بقى هنعمل التونه المدخنه. تونه مدخنه ازاي؟ في تونه اسمها تونه مدخنه؟ ايوه عادي، هنعملها مع بعض. زي ما انتوا شايفين عندي علبه تونه وعندي منديلين زي ما انتوا شايفين اهم. التونة من الحاجة الحلوة اللي فيها فايدة كتير، وطبعا كلنا بنحبها، مفيش حد اسمه مش بيحبها من كبير لصغير. وتعالي بقى دلوقتي نشوف الطريقة ونشوفها هنعملها مع بعض ازاي. من بعد الطريقة دي صدقيني اللي مش بيحب التونة هيحبها. دي علبة التونة وعندي منديلين زي ما انتوا شايفين معايا متطبقين كده 4/4. هنزل عليهم دلوقتي على وش زيت التونة كده زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شايفين معايا هنزلها كده في الزيت بتاع التونة. الطريقة دي حلوة قوي، دي تونة مدخنة بجد يا جماعة، بتبقى حلوة قوي تحفة. عايزاكم تجربوها، بتدي نكهة التدخين كده، بتبقى فظيعة، مش غلط ولا حاجة وصحية. يعتبر اصلا احنا بنمتص الزيت اللي على وش التونة لو حد مش بيحبه. بصوا شكلها، عملت المنديل شبه الوردة ازاي، حلوة قوي. دلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين حطيت المناديل، ولاعة بقى عندك او اي حاجة، وممكن برضو تحطيها على البوتاجاز مفيش اي مشكلة. وهعملها كده متقلقيش، الطريقة دي حلوة قوي قوي بجد. زي ما انتوا شايفين ضفتها على البوتاجاز ازاي، بس مش قايداه من تحت ولا حاجة، نقيت المنديل بس معاكم زي ما انتوا شفتوا. المناديل بقى دي هتمتص الزيت كله، وهتبقى التونة مدخنة بجد حلوة قوي. انا اصلا التونة اللي انا معايا على البوتاجاز هعملها سلطة التونة. هعمل بقى سلطة التونة طماطم وشطة وفلفل وبصل. ودلوقتي بقى هقطع الخضار اللي معايا وهرجع لكم تاني. شايفين المنظر؟ المنديل امتص الزيت اللي في التونة كله، مش غلط ولا حاجة. اصلا اكتر الناس مش بتحب الزيت بتاع التونة عشان هو فيه مواد حافظة بتصفي الزيت من التونة خالص. لو عملتيه بالطريقة دي مش هتلاقي اصلا في التونة زيت خالص، تبقى حلوة قوي وصحية. شايفين يا جماعة المنظر؟ المنديل امتص الزيت اللي على التونة كلها. ودلوقتي انا هشيلها. شايفين يا جماعة بعد ما شلت التونة، انا اصلا كنت حطاها على البوتاجاز بس ما كنتش قايدة نار ولا حاجة، انا كنت بس قايدة المنديل من فوق. دلوقتي بقى هرمي المنديل. شايفين المنظر؟ روعة وريحتها حلوة قوي، ريحتها بجد تونة مدخنة. طبعا شايفين مفيش زيت خالص، المنديل شرب الزيت كله. الخضار اللي انا قلت لكم هقطعه وارجع لكم تاني، الطماطم والفلفل والشطه والبصل. انا قصدي ان انا اقطع البصل كبير كده، انا بحبه كده. ودلوقتي بقى هضيف التونه القمر اللي معانا المدخنه دي، حلوه قوي بجد. عايزاكم تجربوا الطريقه. هشيلها كده بالمعلقه واضيفها على السلطه. شايفين الدخان اللي طالع منها؟ بصوا هنا مفيش زيت ولا حاجه ازاي. شايفين المنظر؟ شايفين الدخان اللي طالع منها؟ وهنا زي ما انتوا شايفين معايا مفيش زيت ولا حاجه. شايفين المنظر؟ عايزاكم تجربوا طريقه بسيطه خالص ومختلفه بجد. اللي هيدوق الطريقه دي بجد مش هتعملي غيرها، طعمها حلو قوي بجد. هضيف بقى الكميه اللي معايا وهرجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين ضفت الكميه اللي معايا. ودلوقتي عندي عصير ليمون، عصير معلقه صغيره خالص، معلقه خل برضو بسيطه خالص. زي ما انتوا شايفين ضفت معلقه من الخل ومعلقه من عصير الليمون.
وهنزل رشه من الكمون كده زي ما انتوا شايفين معايا. بجد الطريقه دي حلوه قوي، عايزاكي تجربيها. ورشه من الشطه برضو اختياري، شوفي حضرتك بتحبي ايه وتفضلي ايه، ما توقفيش نفسك على حاجه. على فكره ممكن برضو تضيفي رشه ملح بسيطه خالص. انتوا شايفين معايا حلوه قوي، ريحه التونه فعلا المدخنه حلوه قوي فيها. طريقه جديده مش طريقه تقليديه ولا حاجه، جربيها بالطريقه دي صدقيني هتعجبك خالص. شايفين المنظر بجد تفتح النفس قوي، وريحتها اللي ريحه التدخينه فيها بجد روعه. شايفين المنظر حلو قوي، طعمها احلى واحلى. عايزاكم تجربوها بالطريقه دي. يا رب تكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان ينزل لكم كل جديد من فيديوهاتي. باي يا حبايب قلبي.